في هذا المقام أنا سأسرد خبرا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين لك عزة الإسلام في هذه الأيام التي يشتكي المسلم فيها ما يشتكي من اضطهاد المسلمين في كل مكان. روى ابن أبي شيبة بسند حسن عن سويد رحمه الله أنه قال: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشام، فجيء له بنبطي يهودي قد شج شجا كبيرا، فغضب عمر رضي الله عنه وأرضاه غضبا شديدا، ثم قال لصهيب: انظر من صاحب هذا. فذهب صهيب فإذا به عوف بن مالك الأشجعي، فقال صهيب لعوف بن مالك: إن أمير المؤمنين غضب غضبا شديدا، فلو جئت ومعك معاذ. فلما انصرف عمر من صلاته قال: أين صهيب؟ قال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال: أعرفت صاحب الرجل؟ يعني من الذي ضربه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فتكلم معاذ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عوف بن مالك الأشجعي، فاسمع منه ولا تعجل عليه. فقال عمر لعوف: لما فعلت هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، رأيته أي الرجل يسوق امرأة مسلمة، يعني على حمار وهو يسوقه، فنخس الحمار رجاء تصرع، فلم تصرع يعني لم تسقط، فدفعها فسقطت فتغشاها، فلما رأيته صنع ذلك فعلت الذي فعلت. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ائتني بالمرأة حتى أصدقك. فذهب عوف إلى المرأة وأخبرها بما كان من أمر أمير المؤمنين، فقال زوجها وأبوها: ما زدت على أن فضحتنا وشهرت بصاحبتنا. فامتنع. فقالت المرأة: والله لأذهبن مع عوف إلى أمير المؤمنين. فلما رأى الزوج والوالد عزمها قال: نحن نكفيك ونبلغ قولك لأمير المؤمنين. فأتيا عمر وشهدا بالواقعة، فلما شهدا بالواقعة قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لليهودي: ما على هذا عاهدناكم. ثم أمر به فقتل وصلب. ثم قال عمر: أيها الناس، وفوا ذمة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن رأيتموه يصنع ما صنع هذا فلا ذمة له. قال سويد راوي الحديث: وإنه لأول صلب رأيته، يعني أول مرة أرى رجلا مصلوبا. هذا الحديث الخبر التاريخي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مليء جدا بما يمكن أن يستنبطه العاقل، منها عزة الإسلام التي كانت في ذلك الزمن أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حرص الصحابة على الوفاء بالعهد وعدم خفر ذمة محمد صلى الله عليه وسلم في الذميين. ولهذا غضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا لما جيء له برجل من أهل الذمة قد شج، ولم يقل يستحق أو لا ضير، وإنما سلك طريق العدل والإنصاف والبيان، منزلة صهيب رضي الله عنه من عمر. ويدل عليه هذا الحديث وأخبار أخر، من أعظمها أن عمر رضي الله عنه أوكل إلى صهيب على المشهور أن يصلي بالناس زمن موته حتى يختار الناس لأنفسهم خليفة، لما ترك عمر الأمر شورى في الستة رضوان الله عليهم الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نصح صهيب لعوف قال له: فأت معاذ فكلمه، فأت معاذا فكلمه. فأخذ عوف بنصيحة صهيب، فدخل المجلس والمصلى والمسجد مع معاذ، ولم يبدأ هو بالكلام حتى لا يبادره عمر، وكان عمر من قوة في الشخصية بمكان، ولا ريب أن عمر يعلم لما بدأ
معاذ رضي الله عنه الكلام وقال إنه عوف بن مالك يا أمير المؤمنين فاسمع منه ولا تعجل عليه، فقه عمر أن معاذا ما كان له أن يتدخل ويتكلم ويدلي في الأمر بحجته وشخصه وجاهه إلا وهو على يقين بسلامة موقف عوف، وهذا مما جعل عمر يتراخى في قوله ويكتفي بسؤال عوف سؤالا عاما لما فعلت هذا. ومعاذ رضي الله عنه يبين لنا بموقفه هذا أن الناس أحيانا قد يؤتى الرجل ما يؤتى من العلم والجاه والمكانة، لكن قد يعجز عن القيام بحال نفسه فيحتاج إلى من ينصره بالحق كما نصر معاذ عوفا رضوان الله تعالى عليهما. ما كان يتملك عوف رضوان الله عليه من الغيرة على أعراض المسلمات وأعراض المسلمين، فلما رأى هذا الرجل قد دنست أخلاقه وأخذ يخنس في الحمار رجاء أن الدابة يقع منها سبب في سقوط المرأة حتى يتعذر به ويظهر كأنه يريد أن ينقذها، فتأمل عوف هذا من ذلكم الرجل، ثم لما رأى ذلكم الرجل وأن الدابة لم تستجب دفعها بنفسه ليحقق مراده. فهذا كله جعل ما في قلب عوف يتوقد ولم يصبر، فكان منه أن ضرب ذلكم اليهودي. ثم كان ما كان من أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه تعزيرا بأن قتله حتى يكون في ذلك تأديبا لغيره، وأن يعرف من دخل في ذمة المسلمين أن المسلمين إنما يعنون أعظم الأمر بأعراضهم يحفظونها ويكلؤونها أن ينالها أحد. هذا ما يمكن أن يستسقى من هذا الخبر التاريخي على وجه